في وسط الملعب لمنتخب المغرب، تصويبة قوية قوية حلوة، تصويبة مميزة قوية كانت في اللقطة الماضية. تلعب بينية جميلة حلوة، اوهو حلوة حلوة، شوفها تركها لإدريس وكانت جميلة ورايا قبل الماضي. إذن هو يمتلك سي في مميز مع المنتخب المغربي. تصويبة حلوة تصويبة جميلة على رقم 13 حمزة. كرة تتصوب قوية ولكنها في الشبك الخارجي. بالكعب جميلة للمنتخب المغربي، وزياد عزيز يتصل لزياد عزيز. هذه اللقطة والخطأ اللي كان احتسب على المنتخب أخرى وما زالت مستمرة للمنتخب المغربي. تعود تصويبة على الطاير من أنس، راسية حلوة وتعود الكرة وتتصوب وتتخلص. وهذه التصويبة والكرة اللي كانت على مرتين من زياد عزيز، والتصدي في المرة الأولى والثانية. برافو لزياد عزيز. لاحظ الله، يا سلام يا سلام يا سلام، مع هوكار سلارة الذي يحتسب الهدف. بعد هذه المشاورات يعتمد هدف اسماعيل ما زال. هذا الهدف، هذه اللقطة والهدف الجميل. أسلم تصويبة قوية، الله المباراة، ونعم هدف قوية جدا. أثارت الجدل داخل الصالة. لا تصد، لا تمنع، لا ترد، لا تفرض فنيات الكبيرة على أرضية الميدان. المنتخب المغربي يمتلك خبرة كبيرة وعريضة جدا. وحارس المرمى زياد عزيز. كرة تتخلص من أنس اللي حاول المرور، لكن أحمد الأجنف يخطف كرة مرتدة للبية وفرصة ضاعت. شعراوي، أنس مع سفيان وفرصة، الله، امتاع، طرب مغربي لا يمل. تمريرة والأسيست لسفيان شعراوي، والهدف الثالث للمنتخب المغربي. أسيست جميل من أنس العيان اللي عاين سفيان شعراوي، وسفيان وبحث عن فرصة، مرت من أمام إدريس رايس في اللقطة الماضية. شوف هذه اللقطة والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. نعم، يلعب بكل أناقة بكل ثقة. الله 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 الله، ما بعد هذا العزف عزف، يا الله. وتتخلص يا إلهي كل هذا كرة تعود وتصويبة والثانية وجول. اللي يبدأ الشوط الثاني بقوة، يضرب بالخمسة. لاحظ التصويبة الأولى، التصدي من زياد، المتابعة الدقيقة من يوسف جواد. لم يكن هناك أي إشكالية في اللقطة، وبالتالي هدف مغربي خامس. كرة لصالح منتخب المغرب، المدرب الأسباني. تصويبة من أدهم لكن سهل. لاحظ الكرة والتصويبة اللي كانت من صهيب الغول، ولكن رضا عند زياد يلعب بالنار في منطقة حرجة خطرة. في اللقطة الماضية كان بالإمكان أنه يشتت الكرة. سعد كوريا يلعبها لمحمد خميس، فيها خطأ لمنتخب ليبيا. 3 مرات شارك، في 3 مرات، عام 2012 2016 والعام قبل الماضي. محمد خميس وتصويبة قوية إلى خارج أرضية الملعب.
أول ظهور لمحمد خميس قريب من شباك منتخب المغرب. هل يكون الإنذار الأول اللي ربما يأتي بعد هدف عن طريق محمد خميس في شباك المنتخب المغربي؟ العودة قد تكون أشبه بالمستحيلة، أو دعنا نقول صعبة، لأن 11 دقيقة في عالم كرة الصالات قد يحدث فيها كثير من الأحداث. كرة لصالح منتخب ليبيا، الفرق اللي تتحدث عن أقوى خط هجوم بالنسبة لها، وهنا هدف، أن يضع بصمته في المباراة بهذه الطريقة بهذا الشكل عن طريق أحمد الأجنف بهدف أول ليبي أخيرا في شباك